الاجواء مشتعله جدا في قهوه ام كلثوم. ضربه جزاء للاهلي من فاول لعلي معلول في الدقيقه 29. الاجواء مشتعله في القهوه عندنا، كله انتظار احتساب الحكم لضربه الجزاء. هيرجع للفار الدقيقه 30. ضربه جزاء يحتسبها الحكم للنادي الاهلي. بيعود الان للفار. الجمهور كله منتظر قرار الحكم. المباراة حارة جدا، استحواذ من الدقيقة الأولى للدقيقة 30. لا وجود للوداد في المباراة. كله منتظر قرار الحكم لاحتساب ضربة الجزاء. الكل في الانتظار. الحكم دلوقتي بيشوف الفار. في راس اللاعب المغربي متصور مشوية. الجمهور منتظر. الحكم نازل الملعب دلوقتي عشان نشوف هيحتسب ايه. لغى ضربة الجزاء. لغى الحكم ضربة الجزاء في الدقيقة 31. بس الاهلي مسيطر على المباراة تماما يمينا ويسارا. هيحتسبها. الكورة غيرت اتجاهها وطلعت كورنر. هيعمل اسقاط. الكرة ضربة ركنية اصلا. هيحتسب الحكم اسقاط لصالح نادي الوداد. جمهور ام كلثوم معانا مشجع في قهوة ام كلثوم. حبيبي متفائل ولا حاسس بايه في الماتش؟ ان شاء الله 2-0. ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله. الحكم الغى ضربة الجزاء في الدقيقة 30 بعد عودته للفار وعمل اسقاط لصالح الوداد. الاهلي مسيطر. الجبهة اليمنى نشطة جدا ناحية بيرستاو. نشط. ديانج دبابة مسيطرة في وسط الملعب. لا وجود للوداد تماما في المباراة. هنحاول نتواصل مع احد المشجعين. متفائل بالماتش ولا شايف ايه؟ متفائل طبعا. ان شاء الله 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله الجمهور كله متفائل هنا في ام كلثوم وبيتمنى فوز الاهلي ان شاء الله. الاهلي مسيطر على المباراة يمينا ويسارا. احد المشجعين في قهوة ام كلثوم. توقعاتك للمباراة؟ 2-0 باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله 2-0. معانا استاذ محمد معانا في قهوة ام كلثوم. توقعاتك ايه للمباراة؟ ان شاء الله 2-0 للاهلي باذن الله. ان شاء الله. كله متفائل بالماتش ان شاء الله. هنلعب للدقيقة 90. الجمهور بيهز الملعب. الاهلي ان شاء الله ممكن يخطف جون في اي وقت. توقعاتك لماتش؟ 2-0 للاهلي. كل الجمهور متفائل بفوز النادي الاهلي. ضربة حرة من ناحية الشمال الدقيقة 34 دلوقتي لنادي الوداد. قلنا نخاف من السردباكين. طوال جدا واقوياء. نشوف عم خالد جارنا هنا في قهوة ام كلثوم. توقعاتك للمباراة؟ ان شاء الله 2-0. كله متفائل. معانا استاذ وليد زملكاوي. توقعاتك ايه؟ 1-1. عدت بسلام الحمد لله. عدت بسلام. الفاول عدى بسلام. توقعاتك ايه للماتش؟ طلع مش عايز يصور. معانا الحاج حماده الكايش
صعيدة ال 30. توقعاتك ايه للماتش يا عم حماده؟ 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله كلنا متفائلين. معانا الحاج ناصر الجعفري من جمهور ام كلثوم. بامر الله هنفوز 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كل الدنيا متفائله معانا هنا في ام كلثوم. الاهلي مسيطر. هجمه خطره، هجمه خطره، هجمه خطره وما احتسبش الحكم سقوط في منطقه الجزاء. ما احتسبش الحكم اي حاجه لحسين الشحات. المفروض يرجع للفار، المفروض يرجع للفار. المباراه مشتعله جدا. كلنا ان شاء الله مع النادي الاهلي، كلنا ان شاء الله. الكوره فيها شك ان هي تبقى ضربه جزاء للنادي الاهلي. هنشوف هيرجع للفار ولا الدنيا فيها ايه. وعدتكم امبارح ان احنا هنصور من قهوه ام كلثوم، وادينا بنصور وبنجيب تفاعل الجماهير. الحكم حسين الشحات ساقط على الارض. هنشوف هيرجع للفار. الاعاده بتقول في عرقله لحسين الشحات، في عرقله من داخل المنطقه لحسين الشحات. الكل في ترقب. الدقيقه 36 الوقت بيمر، بس احنا مع الاهلي للدقيقه 90. هنشوف الحكم. توقعاتك ان شاء الله للماتش ايه؟ 2-1 ان شاء الله. كله متفائل بفوز الاهلي. الحكم حد قال له في الفار لا وجود لضربه الجزاء. توقعاتك يا عم محمود للماتش ان شاء الله؟ ان شاء الله 2-0 باذن الله الاهلي. كل جمهورنا متفائل في ام كلثوم، كل جمهورنا متفائل. هات قهوه زياده. احنا شغالين وبنصور مع جمهور الاهلي وجمهور ام كلثوم. يا رب النصر للنادي الاهلي. هنكمل بعد المباراه ان شاء الله.